السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة للجميع. الآن وبشكل رسمي مصرف الرافدين يعلن فتح التقديم الإلكتروني على السلف من خلال التطبيق الخاص به. طريقة التقديم وبقية التفاصيل راح نوضحها بهذا الفيديو إن شاء الله. الخطوة الأولى لازم يكون عندك تطبيق خدمات كي الخاص بمصرف الرافدين. طريقة التنزيل بس تكتب خدمات كي أو كلمة كي راح يطلع لك هذا التطبيق الأول، لازم تنزله. إذا كنت منزله أيضا لازم تدخل على المتجر وتنطيه تحديث لأن نزل التحديث للتطبيق. هاي الخطوة الأولى. بعد ما نزلنا التطبيق اللي هو هذا أمامكم ندخل على التطبيق، راح نروح على كلمة الخدمات هذه اللي ظاهرة أمامكم، نضغط على كلمة الخدمات، راح ننزل شوي للأخير ونضغط على خانة قروض الرافدين هذه اللي أمامكم ندخل عليها. والتقديم للقروض يمكنك التقديم على قرض مباشرة من التطبيق فقط، وهذه الخطوات اللي راح نوضحها أمامكم. بعد ما دخلنا على خانة قروض الرافدين راح ياخذنا للخطوة الثالثة. تضغط على هذه العلامة الظاهرة بالأعلى على جهة اليسار لاختيار بطاقة الماستر كارد للتقديم. بعدها الخطوة الرابعة تقوم بقراءة الشروط والأحكام الظاهرة لك وتضغط على أوافق ثم متابعة. هذه الأوافق وبعدين متابعة. طبعا الشروط مثلا قرب موجب هذا الالتزام بتسديد مبلغ السلفة وقدره مثلا 5 ملايين دينار عراقي وفق 60 قسط، يستقطع من راتبي شهريا وبواقع 104 ألف دينار عراقي اعتبارا من تاريخ منح السلفة. هذه أمامكم. بعدها ننتقل للخطوة الخامسة. راح تظهر لي الآن يمكنك أن تختار عبارة قدم الآن، التقديم للقروض، ويمكنك التقديم على قرض مباشرة من التطبيق. نضغط على قدم الآن. والخطوة السادسة تختار مبلغ القرض الذي تريده سواء 10 مليون أو 15 مليون، ويمكنك الاطلاع على تكلفة الاستقطاع الشهري من الصورة الواضحة أمامكم، حيث أن مبلغ القرض الذي يساوي 10 مليون يكون الاستقطاع الشهري 208 ألف، بالتقسيط يستمر 5 سنوات وأي 60 شهر. أما مبلغ القرض الذي يساوي 15 مليون اللي ظهر أمامكم يكون الاستقطاع الشهري 312 ألف دينار، بتقسيط يستمر ل5 سنوات أي 60 شهرا. بعدها تختار القرض وتضغط على موافقة. هذه القروض اللي أمامكم. بعدها نضغط على متابعة. بعدها الخطوة الأخيرة سيتم التأكد منك ويمكنك وضع وجهك أمام الكاميرا في المنتصف لتأكيد العملية، وبعدها تقوم بالتقديم. طبعا للتحذير، لا يوجد أي رابط للتقديم على السلف، وإنما التقديم إلكترونيا من خلال تطبيق كي أو مراجعة أحد فروع مصرف الرافدين.